مرحبا بحضرتك يا دكتور. ازيك يا سمية؟ معلمي الفاضل، اهلا بيك. ربنا يبارك لك. انا سعيد ان انتوا بتعملوا هذا النشاط الجميل. بنحاول وتاني حاجه والله. كمان انا سعيد ان انتوا بتنتقوا الهيروغليفيات وتنطقوا الهيروغليفي بطريقه مظبوطه. بتعلم من حضرتك. لا تمام. بعد ما عندكم. طيب دكتور، حابه النهارده اركز على الاثار المنسيه او الاثار المهمله. عندنا اثار كتير مشهوره تمام. عارفينها بره، عارفينها هنا في مصر كمان، ولكن في اثار موجوده في مصر احنا كمصريين ما عندناش اي علم بيها. حابه ان انا اركز عن هذه الاثار بالتفصيل في حلقه النهارده. هايل. فاهم هذه الاثار المنسيه عندنا ايه؟ بصي، البوابه لرجوع السائح في السكند كامينج دي سياحه احنا لازم نبدا نفكر فيها. سياحه السائح للمره الثانيه. يعني سي دلوقتي انت بتمر و60% زي ما حضرتك قلتي في الخبر وحاجات زي كده. طيب باعتبار ان شاء الله باذن الله قريبا لما العالميه تستقر وترجع السياحه، انا عايز السائح اللي بيجي لي دوت، وعايز السائح اللي بيجي لي ده للمره الثانيه. لان الاولانيه هيزور الحاجات المهمه، خلاص. هيروح الهرم، هيروح أحسنت. البرج، هيروح حتت معينه. احسنتي. راح الاقصر، راح اخذ الكروز، عمل الاقصر، اسنا، ادفو، كومومبو، اسوان، فيلة، ابو سمبل. حلو قوي. انا حبيت اسوق لهذا السائح وللمصري ايضا. لما تحب تيجي تزور مصر هتشوف ايه تاني ما شفتوش اول مره، ويكون بنفس درجه الجاذبيه التاريخيه. انا اجيب لكم بعض الصور النهارده لبعض الاثار عجيبه الشكل والمنظر. خليني ابتدي معاكي ب 61,000 كيلومتر مربع من الارض الغاليه، شبه جزيره سيناء. شبه جزيره سيناء بيتقال عليها كده هوت انها اقدم صخر وحجر في الدنيا. في الدنيا، في التكوينات بتاعت الصخر. خلينا ما نخشش في الاثر اللي بناه البني ادم دلوقتي، نحن نتكلم عن الخلق. هم قالوا ان الصخور اللي حضرتك بتمشي عليها وانت ماشيه في سيناء ديت ما بين 600 مليون سنه. مره ثانيه، التكوين بتاعها، سواء التكوين البركاني، براكين 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 كونت هذه الاشكال الجميله اللي حضرتك بتشوفيها من جبال وهضاب وتلال وارض ودروب وكذا، الى مليار سنه. دي لوحديها، الجمله دي ان انا عندي صخر مكون من مليار سنه، لو حضرتك حطيتيها في بوستر لجبل من جبال او طريق او تل من تلال شبه جزيره سيناء، وحطيت البوستر ده في اي متحف للتاريخ الطبيعي في العالم، الناتشرال هيستوري ميوزيومز، ودي موجوده واهتماماتها غير طبيعيه. الاحجار، متخيله انا بانحت الان مع حضرتك سياحه جديده بعرضها على وزاره السياحه اسمها سياحه الاحجار. روكس توريزم. روكس توريزم مش دي مكان او اثر كبير قدامي انا شايفاها اروح ازوره، وحضرتك تقول حجر. نعم. الحجر ده لو انا وديتك سيناء ومشيتك في دروب معينه وعملت تسلق معين للتل الفلاني او للجبل الفلاني، وبدات الناس اللي جايه من هذه المتاحف اللي هي المتاحف بتاعه المتاحف الطبيعيه اللي هي مهتمه جدا بالجيولوجيا وتكوين الاحجار والاحجار المختلفه والمعادن والاحجار الكريمه والشبه كريمه، هيبقى بالنسبه لهم بيسموها بالانجليزي هيفن، مش هافن، هيفن، ما هي برضه نفس المعنى. تبقى الهيفن بتاعته، يبقى ده المكان التحفه اللي انا منجذب اليه عشان حاجه تشبه. انا في جنوب افريقيا حضرتك اشتريت حجر. كنت بعثت عشان القي بعض المحاضرات عن تاريخ مصر، وبعدين ودوني حتت سياحيه لقيتهم بيبيعوا حجر ملون بتشتريه بفلوس. فاذا دي سياحه فكرتها تحفه، جنوب افريقيا. طيب تعال عندي في سينا وانت بتتفرج على هذه الاحجار المكونه من مليار سنه، هاخدك 225 كيلو من القاهره جنوب شرق، يعني من هنا لاسكندريه تقريبا، زي من هنا لاسكندريه. هوديك حته اسمها في سيناء العظيمه اسمها وادي مغاره، وعلى بعد 18 كيلو شمال منها منطقه سرابيط الخادم. سرابيط الخادم، شايفه الاسم الجميل العظيم جميل ده؟ جدا. لكن كم مننا نعرف سرابيط الخادم؟ سرابيط الخادم معبد تحفه للربه حتحر، اللي حتحر هيروغليفي، حتحور بتاعتنا دلوقتي. خلينا في بتاعتنا احسن. تمام. حتحر كويس كده. او حتحور هي ربة الجمال الاسطوريه في مصر القديمه، هي ربة الانشاد والاغنيه، هي ربة الحب بالمناسبه كمان، وربة المراه، وربة التركواز. فهي المسؤوله عن، في الاسطوره المصريه القديمه، عن الفيروز، عن المفكات بالهيروغليفي. تركواز عندنا يعني اللون الازرق هو ده بالظبط الفاقع. ايوه بالظبط كده. تمام. وعندك نوعين من انواع التركواز في مصر القديمه كانوا بيعملها منه الحلي والحاجات الجميله اللي حضراتكم بتشوفوها.
اول نوع هو النوع البلو جرين او الاخضر المزرق، ده اللي حضرتك بتتكلمي عليه. وكل ما اخضر بقى اعلى في مصر القديمه في البرايس بتاعه وفي القيمه بتاعته. كل زي ما لون اخضر البحر كده برافو. يعني. كنت بتتكلمي على مرسى مطروح. واخيرا مش- اخيرا حد هيهتم بهذه المدينه اللي تدخلك 20 30 مليون سايح ايزي ايزي. طول عمري عمال اتكلم، قلت مدينتين يدخلوا لك ملايين من السياح. انا مرسى عاجبني في مطروح الاخبار والفيوم. النهارده ان في افعال. بالظبط. يعني انا ما بقراش حاجه يا جماعه هيحصل وهيحصل وهيحصل، لا في ابتدى فعلا حاجات اخبار بتحصل. هايله، ومنها الخبر بتاع حضرتك بتاع مرسى مطروح ده، لان اخيرا بقى حد هيهتم عقبال الفيوم، لان المدينتين دول انا طول عمري بقول ممكن يدخلوا كتير. تمام. هذه المفكات او هذا الفيروز النوع الثاني بتاعه بيبقى بيل كده شويه، بيبقى حاجه زي فيدنج كده، في هو بهتان بيبقى بهتان شوية. برافو عليك احسنتي، بهتان دي الكلمه بالظبط. وده في بورس، في مسام، ولما بيتعرض للنور بتبدا العمليه تبقى بهتانه اكتر. فالمصري القديم ما كانش يحبه قوي، لكن يحب الاولاني اللي هو المخضر على ازرق ومخضر اكتر. لون واضح اكتر، ده كان صريح. ده كان بيزنس كبير جدا، ده كان تجاره كبيره جدا. ده كان الملك لازم يبعت حملات الى سيناء علشان يروحوا من العمال ويصهروا معادن النحاس، يعملوا صهر لمعادن النحاس اللي هناك، ويكتشفوا عروق واماكن التركواز او الفيروز. عشان كده اطلق عليها المصري القديم تا مفكات بالهيروغليفي. تا يعني ارض، نبتاوي سيد الارضين، ده الملك، لورد اوف ذا تو لاندز. تملي تلاقيها كده في الهيروغليفيات، نبتاوي، نبتا سيد الارض، وي اتنين في الهيروغليفي، يبقى نبتاوي سيد الارضين اللي هي مصر العليا والدنيا. طيب تا مفكات، قلنا مفكات يعني تركواز او فيروز، وتا يعني ارض. سيناء في مصر القديمه كان اسمها ايه؟ ارض الفيروز. هي دي نفس التسميه اللي حضرتك بتسميها دلوقتي. شوفي ازاي انت بلد تاريخك ما بيموتش وبيستمر معاكي حتى لو انت عايزه مش اللي واخده يركز بس كده، يعني يعرف التفاصيل دي. طبعا عاجبني في اللي حضرتك بتقوله ان احنا مش هنركز على اثار او اماكن، احنا هنركز، احنا هنخترع سياحه جديده. والسياحه موجوده عندنا، وهو اختراع موجود من زمان، بس عايز حد يلقي الضوء عليه. صح. فبالتالي هنعرف صحيح، قيمه الحاجات دي. ابتكار. وخدي بالك الناس كلها تعرف يعني سرابيط الخادم علشان توصل لها، اوكي هو تسلق، هو فيها حوالي ساعة ونص تسلق. مجموعة الشباب بتاع علماء الآثار اللي في وزارة الآثار عملوا اجتماع جميل جدا مع هيئة السياحة ومع الآثريين، وأنا على اتصال بالأستاذة رباب، وعمل أخدت منها معلومات تحفة عن سرابيط الخادم. وأنا بقول لكم يا مصريين دلوقتي ويا هيئة السياحة اللي شغالة مع الآثريين، يلا نعمل سرابيط الخادم. سرابيط الخادم أهميتها مش بس في ان انت بتتسلق ساعه ونص وبتشوف منظر تحفه من فوق، وتشوف حتحر اللي هي حتحور مناظرها جميله وكل حاجه، وتشوف الهيروغليفيات والحاجات العظيمه في المعبد. مش دي بس. موشى ديان لص الاثار الاول في التاريخ، واللي اتحاكم في الكنيسه عندهم، في كنيسه البائس عندهم، اتحاكم وقفوه كده قالوا له انت سرقت اثار من سرابيط الخادم. متخيله؟ وده بالنسبه لهم بطل اسطوري. وسرق زي ما بيقول كالتر، في واحد صهيوني كاتب مقالة ضد موشى ديان بالأرقام والوثائق، وقال لك ان هو راح سرابيط الخادم 56 وراح سرابيط الخادم 69 مرتين. مرة نزل بالهليكوبتر عليها من فوق واخد منها واتكسرت، ولما عملوا الاتفاقية رجعت تاني، بس في حاجة اتكسرت في النقل عندهم. فإذا اهتمام أكبر لص آثار في العالم بسرابيط الخادم بالتحديد. يبقى ده أهمية ولا مش أهمية؟ أهمية طبعا. أهمية سيناء، طول ما أنت ماشية في وادي مغارة وفي سرابيط الخادم بتلاقي أماكن، في اكتشفوا أماكن فوق 100 منزل للعمال بتوع مصر القديمة، وهم بيصهروا النحاس ومعادن النحاس وبيطلعوا الفيروز. يبقى هنا نقابات المهنية في العالم كله، تعالوا شوفوا جدكم الكبير في مصر كان بيصهر في ظروف عاملة ازاي، وطلع فيروز وعمل بيه ايه، واصهر النحاس وعمل بيه ايه. يبقى هنا سياحة المعادن ادي نمرة 2 اهي. حضرتك بتقول احنا بنبتكر وبنخترع، ايوه بنبتكر اصناف وانماط جديدة من سياحة السياحة. الأحجار حضرتك المعادن قلت عليها، وسياحة المعادن لها ناسها، لها ناسها ولها ناسها كتير. طول ما انت ماشية بتلاقي نقوشات، بس مش على معابد بقى المرة دي. النقوشات دي درسوها وذاكروها في اوائل في 1800 واوائل القرن العشرين. لقوا حاجه عجيبه قوي قوي يا ياسمين. لقوا ايه؟ لقوا 23 رمز بيتكرروا عندنا في سيناء العظيمه. راحوا السعوديه لقوا شويه،
راحوا الاردن لقوا شويه عند الانباط، بالانباط العظام اللي عملوا البتراء. فلسطين لقوا شويه. ايه الرموز دي؟ ايه العلاقه ما بين ايه العلاقه بين كل الدول؟ البلاد دي؟ ده في علاقه بقى. العمال اللي كانوا شغالين في سيناء ابتكروا لغه، لان دول جايين من different walks of life، جايين من حتت مختلفه. فزي الانجليزي دلوقتي كده مثلا كل الدنيا تحاول تتكلمه، يبقى هي دي اللغه الكوزموبوليتان او اللغه الكونيه يعني. فاخترعوا هذه الكتابه. فلما جم ذاكروا الرموز دي لقوا نصها هيروغليفي والنص الثاني جديد. طيب اهميه اللغه دي لما سموها البروتوسيناتيك سكريبت، اللي هي الكتابات السينائيه المبكره. بصي بقى بصوا يا شعب مصر اهميه دي، وبصوا يا شعب مصر ويا اهل سيناء العظام. هقول لك على حاجه على اهل سيناء العظام دول في التاريخ. دي بس لو اتكتبت جمله كده في وسط مطار هيثرو في لندن ولا JFK في امريكا، شوفي دي تجيب لك سياحه عامله ازاي. وكمان تصدري الفكر الحضاري بتاعي كمصري في سيناء وغير سيناء. لقوا ان الرموز دي اللي هي الكتابات السينائيه المبكره هي التي اثرت في الكتابات والابجديه الفينيقيه. احنا كنا عمالين نتخانق بقالنا سنين مين اللي اخترع الابجديه؟ الهيروغليفيه ولا الفينيقيه؟ والفينيقيه حضاره تعظيم سلام. لبنان بتعظيم سلام. فاكتشفوا حاجه عجيبه قوي، ده الاجانب مش احنا. الا وهي اكتشفوا ان احنا في سيناء اللي اثرنا على الكتابات الفينيقيه. طب دي اهميه ده بالدليل ايه يا بسام؟ ده بالدليل خلاص. طيب ده اهميته ايه يا بسام؟ يعني مالك متحمس ليه؟ لان الفينيقيه اثرت في ايه؟ في اليونانيه. واليونانيه هي اللي علمت اللاتينيه، بالتالي انت المصدر اللي علم يعني او اثر على كل خلاص. دول. يبقى اوروبا بتتكلم انجليزي من الابجديه بتاعت سيناء. يبقى اوروبا بتتكلم فرنش، خلينا نقول فرنش وجرماني اكتر لان مش انجلو ساكسون التانيين. يبقى انت اللي علمتي اوروبا ازاي يتكلموا، انت ازاي ممكن يكتبوا. تستفزهم بجمله زي دي، فبالتالي هم يجوا يتاكدوا من حاجه زي دي ويجوا يشوفوا. هم اللي قايلين، دول هم اللي قايلين الجمله دي، انا واخدها منهم، انا واخدها من الاجنبي. مش احنا اللي قايلين ده؟ يا فاهم ازاي؟ هو اللي درس وذاكر دي، والانجليز جم ذاكروا. وهم بيذاكروا في سيناء في اوائل القرن ال20 بيبصوا على السكريبت دوت او على الكتاب دي، لقوا تمثال. انا جايب لكم صوره ليه؟ تمثال. عايزين نعرض هذه الصور، يعني ارجو بس من المخرج لو سمعني لو عرض للصور دي. احنا ما نقدرش طبعا نروح هذه الاماكن، ولكن هنعرض الصور للناس. تمثال لابو الهول من الحجر الاحمر صغير كده، مش ابو الهول كبير، عليه السكريبتين الهيروغليفي والسينائي دليل. واخدينه سارقينه في انجلترا وحاطينه في البريتش ميوزيوم وحاطينه جوه في الاوض. يطلعوا يوروه شويه يروحوا مدخلينه الاوضه شويه. عارفه انت اللي خايف على حاجه عنده في البيت ده؟ ليه؟ لان هذا التمثال الذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المصري في سيناء هو اللي علمك الابجديه في اوروبا. هو معترف بيها. طب انا عايز انا عايز التمثال بالظبط، انا عايز بقى التمثال ده ترجحه لي لو تسمح. احطه في متحف القطعه الواحده. ادي ثالث نوع سياحه انا ببتكره معاك النهارده. متحف القطعه الواحده، هتبقي اول دوله في العالم تعمليها، مش هيكلفك كتير، 10-15 ألف جنيه. متحف صغير عليه 2 من ال3 سبعات حراسه من جنودنا في ال3 سبعات، عشان دي هتبقى قطعه متفرده، وكل قطعه في متحف عليها تذكره $10. ما تغليش لان انت هتشوف قطعه واحده. طيب القطعه دي اهميتها ايه؟ المكان اللي اكتشفت فيه. يعني مثلا تعال اخدك في مكان اسمه كوم الحصن. كوم الحصن دلوقتي بالصاد موجود فين؟ فين فين دمنهور في البحيره؟ فين بعديها كوم حماده؟ بعد كوم حماده بشويه كوم الحصن، اطلال معبد. فالمصريين لما شافوا اطلال المعبد قالوا دي كانت قلعه، ده حصن، فسموها كوم الحصن. لما درسوا شويه في المعبد لقوا ان المعبد كان مكرس لربة الجمال، فاطلقوا عليها من ضمن النظريات كوم الحسن بالسين بقى. بالسين، برافو عليك. يبقى الحسن والجمال. يبقى كوم الحسن ولا كوم الحصن، الاثنين صح، او الاثنين نظريتين متقابلتين. هذا المكان تم اكتشاف لوحه فيه اسمها لوحه كوم الحصن. اللوحه دي موجوده في المتحف المصري خطوتين منكم هنا يا مصريين. 90 مليون بكره الصبح الساعه 9 يروحوا المتحف المصري. انا بقول لك خش يمين في شمال، تاني اوضه شمال في الكورنر اللي على اليمين في الاخر. نقول تاني ما شاء الله، الله اكبر. لو في خشب كنت مسكته يا فندم. حضرتك بتوصف بالظبط. تمام. هنخش دي المتحف ذات نفسه بروبر، المبنى ذات نفسه. ايوه. وبعدين تاني اوضه شمال جوه الكورنر يمين.
تمام. هتلاقي حته لوحه حجريه هي لوحه كوم الحصن اللي منقوش عليها نفس النص تقريبا بتاع لوحه رشيد الحجريه اللي موجوده في المتحف البريطاني اللي الانجليز سارقينها ومش عايزين يرجعوها. طيب ميزه اللوحه دي ايه؟ انها غير انها شبه النص بتاع لوحه رشيد، اكمل من لوحه رشيد، لان لوحه رشيد مكسوره. صح؟ لا دي مش مكسوره بقى، ده النص كله جاهز. 2 اخدوها الانجليز وعملوا سوبر امبوزنج وكملوا بيها في الرسمه لوحه رشيد. يعني اخدوا لوحه كوم الحصن وراحوا مدخلينها سوبر امبوزنج بالكمبيوتر وكملوا بيها لوحه رشيد كانهم بيشوفوا لوحه رشيد قبل ما تتكسر. برضه ميزتها ايه؟ بطولميوس الثالث، ولوحه رشيد الحجريه بطولميوس الخامس. يعني انا اقدم، يعني انا هنا في المتحف المصري اقدم. طلع لي بقى دي. هو عندنا احنا بطليموس هو ده لازم هو ده عندنا وعندهم. تمام. بطولموس او بطولميوس ماشي. وطلعها لي، حطها لي في وسط ميدان التحرير. دي اقدم من لوحه رشيد الحجريه اللي الانجليز مش عايزين يرجعوها لي. وبعد سنه من عرضها وتسويقها سياحيا في العالم في حته متحف القطعه الواحده، رجعها لي كوم الحصن تاني في نفس المتحف الصغير. يبقى انا حطيت البحيره هنا فين؟ على الخارطه السياحيه، مكان محدش يتخيله ان احنا ممكن صح؟ نروح ونشوف فيه سياحه، ولكن هو موجود بالفعل. عندك طريق مسافلت، عندك المكان هناك، حط لي 3 4 كافيتريات نظيفه وحمامات نظيفه لو تسمح. نفس الحكايه برضو بالنسبه لسربيه الخادم، اعمل لي خدمات. هو في هناك مكان وكده، لكن لا، اعمل لي حبه تكييفات، اعمل لي حبه مجاري كويسه، حبه حمامات نظيفه، مكان للشيد عشان السياح، مكان يشربوا فيه حاجه في الحر. نسهل على الناس ان هي تقدر تروح بسهوله. سهل. والدرب هو درب، هو انت عشان تروحي سربيه الخادم في سيناء ده درب. كويس كده. لكن هو الدرب مفيد في ايه؟ ان انت هتقفي في وادي مغاره وفي الحتت دي عشان تشوفي الكتابات السينائيه المنطوره دي يمين وشمال. يعني سياحه مختلفه، عينك مش رايحه لمعبد بعواميد وتشيز جريت وجينيس وعبقري، بس مختلفة. حاجه مختلفه تماما، حاجه ممكن تثير الفضول عند الناس ان هي تروح وتشوف. انا ما كنتش عارف ان في سيناء في كده. يقول لك كده بقى، هيبدا يقول لك كده. تعالى بقى خش على في برضه مش هنسيب سيناء، هنرجع لسيناء تاني من البحيره ونرجع لحته اسمها عظيمه جدا، اسمها تل حبوه. تل حبوه ديت 3 كيلو تقريبا شرق الانطره شرق محافظه الاسماعيليه. بها اطلال اكبر قلعه عسكريه، قلعه ثارو. ودي اللي انت هتبتدي منها يا جيش مصر يا عظيم ايام زمان، هتبتدي بيها درب حورس العسكري، اول طريق عسكري ممهد يعمله بني ادم في الدنيا. كنت انت يطلع بيك لغايه فلسطين. بصي انت جايه منين؟ جايه من الاسماعيليه، تقعدي ماشي وخدي بالك عشان تعملي بالظبط. وعلشان حضرتك تعملي درب عسكري، يبقى انت وانت بتعملي الدرب ده انت مش عماله تمهدي طريق وخلاص، انت لازم تمهدي الطريق ده بحيث على يمينك وعلى شمالك يبقى فيه ابيار مياه، لان انت هتقفي بالجيش بتاعك علشان الحصانه او الخيول او الدواب او البني ادمين يشربوا يريحوا شويه. اخيرا اكتشفوا في قلعه ثارو استراحه الملك. يبقى الملك جاي من الشرقيه، جاي من طيبه، جاي من حته، يعدي على الاستراحه الاول، يقعد الاستراحه يخطط بقى، يعمل تخطيطاته بقى مع القواد الجيش بتوعه، يلا نطلع علشان نحارب وندافع عن مصر. هاتيلي بقى في دي المؤتمرات بتاعه الدروب والعسكريه في العالم كله. حضرتك هتقولي لي هو في حاجه كده؟ هقول لك في 2006 العالم كله اتجمع علشان يدرسوا قلعه ثارو. مؤتمر كامل عايز يدرس الدروب العسكريه ونقاط الشرطه. متخيله في ناس بتتجمع من الدنيا كلها عشان يناقشوا نقاط الشرطه اللي انت عملتيها في سيناء عشان تحمي بلدك من الاف السنين. طيب اسمح لي نروح من هذا الموضوع لمحافظه مطروح اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شويه، ومبسوطين بالفعل هناك مش بس الكلام. معانا اللواء علاء فتحي محافظ مطروح على التليفون. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. احنا مبسوطين ان محافظه مطروح بقالها كتير ممكن نقول منسيه، برضو زي ما بنتكلم على الاثار المنسيه والمهمله. محافظه مطروح من احلى المحافظات اللي موجوده في مصر، ولكن ما كانش فيها اللي يخلي الناس تقدر تروح بسهوله. حضرتك وقعت على عقود نهائيه لعدد من المشروعات هناك بتكلفه 7 مليار دولار. كنت عايزه اعرف من حضرتك تفاصيل هذا الخبر. هو بس الحته الاولانيه حته ان مطروح منسيه، انا يعني مش باخدها بهذا المفهوم قد ما باخدها ان مطروح يعني ادخرتها القياده السياسيه السابقه للقياده السياسيه الحاليه. يعني في زي ما بقول لحضرتك في البيت على مستوى البيت او الاسره، رب الاسره بيشيل دايما بيحتجز
بعض من امواله ومدخراته لوقت العوز. فانا بعتقد حضرتك بتفكر بيها بشكل ايجابي شويه. انا بعتقد ان القيادات السابقه يحتفظوا بمطروح لوقت العوز، وجاء وقت العوز وده اللي احنا بنطلع فيه مطروح دلوقتي. فاعتقد ان يعني مطروح بتتطور بشكل كبير، يعني سريع جدا. يعني ممكن حضرتك تسالي المصطفين او الدائرين لمطروح العام السابق كان شكلها ايه والعام الحالي شكل مطروح ايه. انا بتكلم عن مستوى خدمات، بتكلم عن مشكله الميه كانت احد اهم مشاكل مطروح. احنا النهارده بنجيب على خطوط النقله 110,000 متر مكعب يوم ميه، بالاضافه الى طبعا محطات التحليه اللي دخلها في طريق عبد الفتاح السيسي الى محافظه مطروح، الرميله 1 والرميله 2 ومحطه تحليه باغوش. فبنتكلم ان بقى في فائض في المياه. والعديد من المشاريع الاخرى اللي تخدم المواطن والمجتمع، سواء مشروع النقل الجماعي، سواء مشروع مصنع البوتاجاز. طب يعني اهم الاماكن اللي هتقام فيها هذه المشروعات، انا شايفه ان التكلفه 7 مليار دولار وكان في مستثمرين اجانب وعرب ومصريين. حاضر، انا هقول لحضرتك. احنا المشروعات اللي احنا تم انتقائها، احنا نقينا حوالي 18 مشروع دخلناه المؤتمر الاقتصادي الاول لمطروح. المشروعات دي كان فيها انتقاء نوعي استراتيجي بحيث ان تتحول وجهه مطروح من كافه الوجوه، بحيث ان مطروح ما تبقاش ابدا محافظه الصيف فقط، وبعد كده يعني المحافظه بتيجي قافله ومصدر الرزق بتاعها يعتبر هو مصدر الصيف فقط، والتجاره البينيه بين مصر وليبيا المتاثره بشكل او باخر نتيجه تردي الاوضاع الامنيه في الجانب الليبي. نامل يا رب ان تعود ليبيا الى افضل مما كانت عليه، ولكن في التقدير الامور هتاخد يعني بعض من الوقت. فكان هناك ضروره لايجاد فرص عمل، ايجاد مشروعات عملاقه تستوعب عماله مطروح وابناء مطروح وتمنع اعمال الاستماله والاستقطاب وخلافه لما يدور في الجاره الشقيقه ليبيا. ومن هنا كان هناك الانتقاء النوعي للمشروعات. فاحنا حطينا وقعنا ب 14 مشروع في المؤتمر بتكلفه 70 مليار جنيه. المشروعات دي يا فندم منها مشروعات ترفيهيه عملاقه زي الديزني وخلافه، ومشروعات سياحيه، ومشروعات صناعيه، ومشروعات زراعيه. طب ممكن اعرف بس الوقت، يعني الوقت الزمني؟ انا عارفه طبعا ممكن ياخد اكتر ياخد اقل، ولكن تنفيذ المشاريع في سنتين ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يعني حضرتك ان شاء الله بعد عامين ان شاء الله كان لا عشنا وخلينا لسه بنعمل الدنيا او من ياتي بعدنا ستسمعي ان اولاد حضرتك وان ابنائنا في الجامعه وابناء مصر في كل مكان بيقولوا ان احنا رايحين مطروح في الشتاء 4 و5 وجمعه. هتسمعي ده. يعني يا ريت يا فندم، وانا بشكر حضرتك على هذا المجهود، بشكر حضرتك على الفعل مش بس الكلام. انا مبسوطه ان في هذه الاخبار النهارده عندنا قدر ايجابي من الاخبار، مش بتكلم عن وعود كاذبه او وعود ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، انا بتكلم عن فعل. فبشكر حضرتك محافظ مطروح اللواء علاء فتحي. اهلا وسهلا. ميرسي يا فندم. طيب هرجع مره اخرى من الاماكن اللي احنا بنقول كانت مهمله ولكن بشكل ايجابي زي ما هو قال، ممكن نكون بنستفيد منها اكبر استفاده دلوقتي، للاثار المهمله والاثار المنسيه. يعني حضرتك اتكلم باستفاضه عن هذه الاثار، لان انا مش عايزه اتكلم غير عن الاثار، مش هتكلم عن كيفيه التسويق. انا عارفه ان احنا عندنا مشكله جامده جدا اكتر في التسويق، ولكن ده عايز حلقه لوحده. فانا عايزه استعرض أهمية هذه الآثار الاثار. قبل ما اخش على الاثار التي لا نعرفها او يعني المنسيه، انا عندي بس تعليق بسيط ان في حد فعلا نعرفه وكان راجع من مرسى مطروح من كام يوم، وكان كلامه ايجابي جدا على مرسى مطروح وعلى التغيرات اللي حصلت، وواضح ان في حاجات جميله جدا بتحصل. طلبي الوحيد من محافظ مطروح، وده حق الناس على المحافظ وعلى المسؤولين، خلوا الشواطئ مجانا. انا مش اسكندراني، انا شايف ان عيب جدا ان احنا نقعد الناس على البحر ناخد منهم فلوس. ده البحر اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولنا، خلي العائلات تطلع تقعد على الرمله تستمتع من الميه وتديها خدمات من ضرايبها ومن الفلوس اللي بيدفعها البني ادم المصري للضرايب، انما عشان تعمل لي تذكره وتعمل لي كرسي بكذا لا. او اسعار رمزيه لو الموضوع فاكره زمان مش المنتزه والمعروض والحاجات دي كانت بتدخل بكارنيه، والكارنيه كان بتاع شعبيه وبتاع، وكانت الناس خلاص عادي. وبقيت بقى الشواطئ كلها لغايه الانفوشي عندنا ولغايه راس التين وكده كانت مجانا. الاختراع اللي من حوالي 20 ولا حاجه سنه ولا 15 ولا حاجه سنه ده، بان انت تدفع عشان تخش تقعد على بحر، دي رمله وميه
وللجميع. ده بس يعني راي كده وطني شويه من واحد من افراد الشعب. سامعني دلوقتي. نرجع بشكرك على هذا التعليق. ربنا يبارك. تمام. نرجع بقى مرجوعنا للاثار اللي احنا ممكن نهتم بيها وترجع لنا. كلنا عارفين اسوان، وكلنا عارفين أكيد. ابو سمبل، وكلنا عارفين ارض الذهب، وكلنا عارفين ان معبد او معابد فيلة، لو تحب نسميها التسميه الصحيحه، يبقى دي من المعابد الهامه واللي عليها ارو كده، اللي عليها سهم كده باشاره الاهتمام. ليه؟ لان معابد فيلة في اسوان هي اخر مره تانية، هي اخر هيروغليف اتكتب على الحيطه. يبقى الجمله دي بالذات لو اتحطت على الصوره وقلت للناس تعالوا، دي تجذب. هي عايزه يعني عقول مفكره، ازاي اقدر يبقى في كرياتيفيتي في الموضوع، او في ابداع في حته انا اسوق لده ازاي. حطي انت بتقول اهم جمله وهي معلومه، هي مش حاجه ابتكار. حطي اللي معاه المعلومه مع اللي معاه التسويق. ده اللي احنا ما بنعملهوش. الكوبري ده، هذا الجسر بيسموه تكسير الفجوات. يبقى حط اللي معاه المعلومه مع اللي ايه، مع اللي معاه الشغل، اللي معاه القرار. طيب دي حاجه. تمام. انا برضو مش جايبكم معابد فيلة او اسوان عشان اقول لكم كده، او ابو سمبل عشان اقول لكم المعلومه دي، معلومه هامه، بس في معلومه بقى تانية. 100 كيلو غرب ابو سمبل مش بعيد عن طريق العوينات المسافلت. في السبعينيات من القرن الماضي تم اكتشاف بالصدفه اعجب من الخيال، بعض الاحجار ملقاه في الصحراء. ملقاه في الصحراء، مفيش اي حاجه، مفيش مباني، مفيش معابد، مفيش اوبليسكس، مفيش مسلات، مفيش اي حاجه. طب ايه؟ وهما بيبصوا لقوا الاحجار ديت بعضها متجمع في قطر 4 متر وعامل دايره. خليك معايا، بص الشغل ازاي بتاع الاثار الغير معروفه. ولما بصوا على الاحجار اللي عامله القطر ده، لقوا منها احجار مستويه على الارض في الرمله، ولقوا 4 تجواز من الحجر عاليين. يبقى دي زي الكلمه كده بالعمال الحلوه، جوز. تمام. احجار. يبقى تخيل ان انا، سموها البوابه، تخيل ان انا عامل الحجرين دول كده، شدوا خط مستقيم، لقوا حجرين عند حضرتك. بصوا يمين، لقوا حجرين طوال، والباقي كله حجر صغنن، والناحيه الثانيه نفس الحكايه. يبقى انا عندي 4 بوابات في ال4 متر. فتخيلوا المنظر وعرفوا ده كان ايه قبل كده. لقوا ان ده اداه وقت. اول ساعه في التاريخ عملها الجنوبي لمصر العظيم، اللي عرف بيها اول يوم في فصل الصيف، اللي هو اول يوم مطير، اول يوم في ميه، فبالتالي الحياه. يبقى الاكتشاف ده اللي هو يرجع الى ما قبل توحيد القطرين كمان، يعني قبل ما انت تكتب، قبل ما انت تعمل ابجديه، قبل ما انت تبني هرم، انت عملت ساعه، عملت توقيت، عملت تقويم للسنه، ابتكرت علم الفلك. روح بقى كلمني عن المراصد العالميه، وكلمني عن كل دول، قول لهم تعالوا شوفوا اقدم محاوله ناجحه في العالم لتظبيط التوقيت والوقت والمواسم. ودي مهمه جدا ان انت تسرفايف، ان انت تقدري تعيشي 100 كيلو غرب ابو سمبل في الصحراء الجرداء. ده انت مفيش ضفدعه هناك، مش مفيش لا حياه ولا ماء، ده مفيش حتى بر مائي خالص هناك، مفيش اي حاجه خالص. لكن لما الميه كانت بتنزل وتملى البحيره، الحته دي اسمها نابتا بلايا. اذا اخيرا كده نقول بالنسبه لنابتا بلاي اهميتها ايه؟ 1، اول اداه تقويم في العالم. 2، ده بيغير الجمله الشهيره بتاعتنا ان حضاره مصر القديمه قامت على ضفتي نهر النيل. لا، ده كان اصعب، ده عملها 100 كيلو في الصحراء. ده معناها عبقريه اكتر للمصري اللي معاني كتير. كان نفسي اتكلم مع حضرتك اكتر من كده، ولكن برضو ان شاء الله في حلقات اخرى. انا استمتعت جدا بهذه المعلومات القيمه. بشكرك دكتور بسام الشماع، كاتب المصريات، نورتني النهارده. شكرا يا فندم. مشاهدينا ومتابعينا، بشكركم على متابعه حلقه النهارده من المجله السياحيه. شكر خاص لمحافظ مطروح على الانجازات اللي احنا شايفينها لمطروح. شكر خاص لوزير السياحه يحيى راشد على هذه. برضو انا دايما بحب، انا مش بشكر وزير السياحه عشان انا في المجله السياحيه فلازم اشكر وزير السياحه، بالعكس، اي مجهود بيتعمل، اي فعل بيتعمل، لازم بصراحه اقول شابوه. بشكركم جميعا على متابعه هذه الحلقه. يا ريت وزير الاثار برضو يكون شاف حلقه النهارده من المجله السياحيه. وبشكر كل من ليه يعني حاجه ايجابيه بنعملها في السياحه. احنا عايزين السياحه تتقدم في مصر اكتر من كده، عايزين نعدي كل هذه المشاكل. رب يكون حلقه النهارده نالت اعجابكم من المجله السياحيه. بشكركم.